هذاك النوع الكحل فيه الكحل فيه نوعين، فيه واحد الكحل كبير مشعر، وفيه واحد النوع صغير هو اخطر نوع من العقارب، هذاك الصغير الكحل يعوذ بالله. وهذاك دابا اللي قال لك غادي يمشي هو وصاحبه باش يردموا في الرمله باش يخرج منه الروماتيزم. قال لك راه عادي غير تمشي تردم صاحبك وتوجد له مانطه تغطيه بها باش ما يخبطوا البرد الى تعرى. واش هذاك الشيء راه تقنيات اصاحبي. هذوك الناس اللي مقابلين فم وكيشدوا واحد شويه هادو اللي في الرمال الذهبيه في الصحراء المغربيه، من شرقها الى غربها ومن غربها الى شرقها. هادو راهم عندهم تقنيات، راه كيفهموا اي حاجه شافوها، نقطه شافوها في هذيك الرمله، راه كيفهموا بانه كاين شي حاجه كتشكل خطوره. بحال هذا دريك، هذا جاي يحفر الواحد باش يردموا في الرمله، فاذا به شاف غير واحد شويه، واحد الثقب شوي في الرمله، عرف عنه يعني علامه للخطر ومشى معاه. تم معاه بلاتي لو كان واحد ما هو خباري اي تم يتم لين يردم هذاك الثقب ما تليبان يرونوا مع الرمله، فهمتني. ولكن هذا شوفوا الاحترافيه، شوف الاحترافيه باش كيحفر، وفي الاخير غادي يصدمكم اخواني اخواتي بداك الشيء اللي يجبر في هذاك الثقب. يعني خاصو هو يطمئن على صحة هذاك السيد اللي راه يندفن في هذيك الرملة من أجل العلاج من الروماتيزم. للإشارة إخواني أخواتي، فراها يعني الدفن والله يعني الردم ديال الواحد في الرملة فهو يعد علاج من العلاجات الطبيعية في جنوب المملكة المغربية، من شرق جنوبها إلى غرب جنوبها، يعني صحراء جنوب الصحراء شرق الصحراء وغربها وجنوب أقصى جنوبها. راه هذه الرملة تعد علاجا لنوع أنواع من أمراض الروماتيزم. ها هي شوفوا إخواني أخواتي المفاجأة أنه لقى عقرب راه واخا تشوفوها صغيرة، هذه المصيبة الكحلة راه الله يحفظ قاتلة هذه. شوف هذا النوع دابا، هذا النوع راه اصفر، هي فيها 3 انواع ولا رمادي، شوفوا كاع مزيان واش رمادي ولا اصفر. هي فيها 3 انواع هاد العقارب، الله يجعل السلامه في جنوب المملكه. كاينين 3 انواع، كاين من تجبرها صفراء، وكاين اللي تجبرها رماديه، وكاين اللي تجبرها كحله، وهذيك الكحله فيها 3 انواع. هذاك النوع الكحل داك فيه الكحل فيه نوعين، فيه واحد الكحل كبير مشعر، وفيه واحد النوع صغير هو اخطر نوع من العقارب، هذاك الصغير الكحل يعوذ بالله.